ماتش الزمالك والجونة والاستفزاز اللي حصل لجماهير الزمالك دايما قبل ماتش القمة، ودايما توقعنا بان احنا دايما هنخسر النقط قبل الماتش المهم ده، عشان دايما بنبقى مركزين في الماتش بتاع الاهلي، وما بنركزش في الماتش اللي قبليه مع ان الماتشين ب3 نقط. وكان مهم جدا 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 النهارده بناء على المعطيات الماتش، وان احنا عملنا الشوط الاول كويس وجبنا جون وابتدينا نسيطر على الماتش والكلام ده كله. كان المفروض ان احنا يعني يبقى في تماسك اكتر في نص الملعب، والمدرب يعني ينيم الماتش زي ما بيقولوا، ونقدر نخطف جون تاني. بس للأسف إحنا عندنا مدرب مستفز كرويا، بمعنى إن هو بيعمل أخطاء وبيرجع يعني يغلطها تاني وما بيتعلمش منها للأسف. زي فكرة دونجا، عماد دونجا، وإن هو يبقى محطوط في نص الملعب، والبديل الوحيد اللي المفروض موجود في الرقم 6 في الفريق كله بيلعب باك يمين، ومش حاطط معاه حد من محمود جهاد أو أحمد ربيع على الدكة. وبناء عليه طبعا اول ما حصل له اصابه نزلت واحد زي احمد حمدي، ورجعت عبد الله السعيد هو اللي يلعب 6 في سن 40 سنه، وهو اصلا بيلعب الماتش من بدايته والماتش فاضل له ربع ساعه او ثلث ساعه ويخلص. طبعا الجهد طبعا لما بيتبذل في مركز 6 كبير جدا على واحد عنده 40 سنه، ان هو يقدر يغطي لك عرض الملعب بالكامل. فطبعا هيتحرك من مكانه، وانت ما بتنزلش رقم 6 او تحطه عندك على دكة الاحتياطي. حتى يا اخي انت كده كده ما بتستخدمش الخمس تبديلات، وحتى لو استخدمتهم بتستخدمهم غلط، وبتنزل المركز بمركز واللعيبة. انت يعني بتحسسنا ان انت مدرب تقنيا، او انت اكاديمي قوي اكاديمي، انما انت مش كوتش للاسف. يعني انا بقول كده على الزمالك بحرقة، لان انت مش كوتش، ما بتعرفش تقرا الماتش، وحتى لو حصل اخطاء اثناء الماتش ما بتعرفش تصححها، والسكواد اللي عندك انت بتستغله صح، وبتحط الاحتياطي بتاعك غلط. ما بتبقاش عارف انت المفروض اهم مراكز عندك ايه اللي تحطها في الاحتياطي او دكه احتياطي جنبك عشان الماتش ما يروحش منك. وحصلت ده قبل كده في ماتش وادي دجله، وانت حطيت سيف فاروق جعفر في مركز رقم 6 لما الناس كلها كانت متصابه عندك. فانت لما يرجع عندك دونجا ويرجع احمد ربيع ومحمود جهاد الثلاثه مش مصابين، فتحط محمود دونجا بس، وما تحطلوش احتياطي، وبرضه سيف فاروق جعفر هو اللي على الدكه. يا اخي طلع سيف فاروق جعفر بره، ما انت جايب احمد حمدي في نفس مكانه، وخلي واحد من الاثنين دولت يقعد لك هو على الدكه. انما ده استفزاز. يعني جماهير الزمالك انا قاعد بتفرج على الماتش اكني بالظبط يا عم ارحمني، انا تفكيري بيقف عند الحاجات دي. يعني ايه انت مدرب مش شايف اللي انا شايفه في التلفزيون؟ ازاي؟ وده شغلك وده اكل عيشك. حرام اللي بيحصل ده. يعني ايه انا يكون عندي لعيبه انا مش عارف استغلها صح، ولا قادر احط التكتيك بتاعي صح، ولا عارف احط الدكه جنبي صح؟ اللي هو لو انا لو انا بحط دايما سيناريوهات الماتش، انا كسبان 1-0 هقفل الماتش ازاي، وهلعب مثلا على المرتده، او هضغط ازاي، واحط اللعيبه اللي تنفذ لي الضغط بتاعي ده ازاي، وهكذا. انت دايما بتحط سيناريوهات للماتش عندك عشان تقدر انت تنفذها، سواء بالاساسي او بالاحتياطي، اللي انت ممكن لو خسرت اي لعيب في الملعب تقدر ان انت تعوضه، او تحط لعيب مكانه حتى لو مش هيديك بنفس الاداء، يديك على الاقل 6 و7 من 10 من اداء نفس المركز. انما اللي انت بتعمله ده حرام عليك. احنا كل ماتش مع فرقه اقل مننا، او ماتش مش كبير مع فرقه من فرق منتصف الدوري، بنوقع نقط، ونيجي قدام الماتشات الجامده او القويه بنلعب كويس. ده مش معقول، ده مش معقول، ده كده يعني احنا عندنا خلل، في خلل واضح جدا. انت لازم كمدرب تاخد بالك منه. اتعلم بقى خلاص، انت خلاص اتعلمت، قلت مش فاهم الدوري، مش فاهم ان انت اللعيبه بتتحرك ازاي، مش عارف لعيبتك كويس، كل ده على عيني وعلى راسي يا عم. خلاص بقى ما تستفزناش، انت عرفت خلاص ان الكلام ده ما ينفعش يتكرر تاني، ما ينفعش. الماتش فنيا الزمالك كان راكب الماتش في الشوط الاول وكويس جدا وبيلعب وكورته والكلام ده كله. مشكلتنا كلها وتعادلنا كان سببه النهارده يانيك فريرا، بشكل واضح تماما ان هو التغييرات بتاعته ما كانتش كويسه خالص، ومش مفهومه، ومش مفهومه. يعني ايه انا ابقى عندي لعيب 6 وحاطط البديل الوحيد اللي ممكن يلعب في نفس المركز معاه بديل بيلعب اساسي كباك رايت اللي هو صلاح مصدق،
ولما يجي في التبديل بطلعه ويبقى ما عنديش اي حد في الدكه بره بديل رقم 6 اللي هو اهم مركز عندك عامل لك خلل وخسرت بسببه نقط قبل كده في ماتش وادي دجله. فيعني الحاجات دي اظن ان هي لو المدرب ما اتعلمش منها في اسرع وقت، ده لو حصل غلطه زي كده مثلا في ماتش كبير زي مثلا ماتش بيراميدز او ماتش الاهلي الجاي، وانت ما حطيتش الاحتياطي بتاعك بشكل سليم وما قدرتش ان انت تنفذ الكوره اللي انت بتلعبها وحاولت تعمل التاتش بتاعك اللي دايما في نص الملعب بيروح خاربها حرفيا، هيحصل فيك ما لا يحمد عقباه. مش هيسموا عليك وخصوصا فرقه زي بيراميدز قوتها كلها في وليد الكارتي اللي بيلعب تحت مايلي. لو نص الملعب بتاعك يعني رمش كده هيحطوا جونين. النهارده في ماتش اهلي جده مايلي جايب 3 اجوان خطف واجري، بيعرفوا يجيبوا الماتش ازاي. فانت كمدرب لازم انت كمان تستغل يعني الميزات اللي عندك انت كفريق. بتلعب كوره تكتيكيا بتقعد تمخمخ قبل الماتش ان انا هلعب ازاي الماتش، انما تيجي بقى في السيناريوهات اللي انت في الماتش نفسه لما يحصل حاجه ما بتعرفش تقرا الماتش وبتنزل تغييرات غلط وبتخسرنا نص الملعب اللي هو اهم مكان في الملعب كله، وبناء عليه النقط بتروح. فحرام نركز في ماتش الاهلي اللي جاي، عشان الماتش ده لو الاهلي كسبك انت هتبقى خارج المنافسه مع الاهلي وبيراميدز. الاهلي دلوقتي لو كسب كل ماتشاته هيبقى فيه فرق ماتشين نقطتين، وهيكسبك لو كسبك يبقى انت كده خلاص طلعت بره، وبيراميدز كمان هترجع وتلعب ماتشاتها، يبقى الفرق راح، وانت بالسكواد بتاعك بتفكير المدرب بتاعك هتوقع نقط بنفس الشكل في الماتشات الصغيره بالذات. يبقى لازم نتعلم بسرعه، لازم قلم يفوق، قلم يفوق النهارده، ده لازم يبقى قلم يفوق بجد بقى، مش ماتش دجله وماتش المقاولين والكلام ده. النهارده اهم. حرام يا فيريرا، ارحمنا واحنا قاعدين بنتفرج. والله بيبقى الواحد نفسه ينزل مكانك يقول للعيبه اعملوا كده، والله هتكسب. ارزاق، ربنا معاك يا زمالك.